شوفوا معايا دابا هاد السؤال الرابع. هاد السؤال الرابع كيتسمى السؤال المعجم. علاش كيتسمى السؤال المعجم؟ حيت في هاد السؤال هذا بالضبط كيهضروا لي على الالفاظ اللي كتكون منها النص او العبارات. يعني انا خصني نقرا النص ونعرف شنو هما الحقول المعجميه اللي كاينه في داك النص. اذا السؤال عنده ثلاثه ديال الصيغ. يا اما كيقول لك استخرج من النص الالفاظ والعبارات الداله على كل من حقل كذا وحقل كذا، مثلا حقل التنميه، حقل الابداع، حقل الجمال، حقل كذا. المهم هو كيحدد لك جوج ديال الحقول وصنفها في جدول. ممكن يعطيك عدد الالفاظ اللي ممكن تخرج وممكن ما يعطيكش، ولا ما قالكش ما حددلكش عدد الالفاظ اللي غتخرج، دونك عرف راسك غتخرج 4. شنو الفرق بين لفظ وعباره بعد الناس اللي ما عارفينش؟ لفظ هي كلمه واحده، كلمه مفرده واحده فقط. ما تجبدليش جوج كلمات وتقول لي هذا لفظ. لفظ كلمه واحده. شتي حتى فيه كلمه. المهم الناس العبارات هي كلمات متجاورة. العبارة ماشي هي الجملة. الجملة كتكون جملة مفيدة كنقراها كنفهم منها واحد الحاجة. العبارة لا، العبارة كتكون كلمات متجاورة، يعني كلمتين إلى 3 كلمات أقصى تقدير. كلمات متجاورة تدخل في علاقة عطف أو إضافة. مثلا التنمية البشرية، هذه راه عبارة، هذه راه ماشي جملة، حيت ماشي جملة مفيدة، ولكن عبارة. التنمية البشرية يعني عبارة كلمات متجاورة تدخل في علاقة عطف أو إضافة. مثلا التنمية البشرية راه علاقة إضافة. المهم الصيغة الثانية هي صنف في جدول 4 ألفاظ دالة على حقل كذا وحقل كذا. عاوتاني حدد لي جوج ديال الحقول، قال لي جبد لي 4 كلمات ديال هذا الحقل الأول، 4 كلمات ديال الحقل الثاني، 4 ألفاظ ولا 4 عبارات. ثالثا الصيغة الثالثة كتقول في النص حقلان دلاليين حددهما. يعني هنا لحد السؤال كيطلب منك انك تقرا النص كامل، تعرف الحقول اللي كاينه، المواضيع اللي كاينه تما. كاين الابداع، كاين التنميه، كاين الحداثه. جبد لي حقلان، حقل مثلا الحداثه، حقل التنميه. يعني كلمات الا قريتهم غنعرف هذا السيد هذا كيدوي لي على الحداثه، والفاظ اخرى الا قريتهم غنعرف هذا السيد هذا كيدوي لي على التنميه. اذا هادو حقلان. حددهما وابرز العلاقه بينهما. 4 الفاظ في كل حقل ومبينهما من النص. شنو هي مبينهما من النص؟ اذا توريني الجمل منين جبتيهم. في النص حقلان دلاليان حددهما وابرز العلاقه بينهما. اذا كيفاش غنبرز العلاقه بينهما؟ انا لنفترض عطاني حقلان، عطاني التسامح مثلا، وعطاني نقولوا الغضب مثلا. انا نجبد شي علاقه، شي الفاظ داله على التسامح، الفاظ داله على الغضب، ونبين العلاقه بينهما. وراه باينه العلاقه كيفاش غادي تكون. واحد كيغضب وواحد كيسامح، واحد كيخون وواحد كيكذب وواحد فيه الصدق. اذا العلاقه تضاد. وكاينه علاقه توافق. مثلا الا عطاني حقلان، يعني المهم حقلان ما نقدرش دابا نتخيلو، يعني حتى لديك الساعه كتحط السؤال انت راه اكيد كتعرف العلاقه بينهما من النص، من السميه ديال الحقلان راه باينه العلاقه بيناتهم. قال لي شحال نجبد داك العدد اللي قال لي 4 الفاظ في كل حقل. نجبد 4 الفاظ في كل حقل، ما نزيدش. الزياده راه من راس الحمق، ما تبقاوش تزيدوا. ما قال لي شحال نجبد 4، لان 4 هو المتفق عليه. مزيان. السؤال الخامس هذا سؤال ظريف، سؤال زوين، سؤال غادي يعجبكم حيت هو سؤال مباشر. سؤال مباشر جاء عندي هذاك لحظة الامتحان، سولني واحد السؤال نعم او لا، صحيح ام خطأ. استخرج من الفقرة، استخرج من النص. اذا عنده صيغتين، اما كيقول لك استخرج من الفقرة او استخرج من النص. شوف قال لي استخرج من الفقرة، نستخرج من الفقرة فقط. انا مثلا قال لي استخرج من النص تحديات الحداثة، انا النص كله في تحديات الحداثة، ولكن هو قال لي من ديك الفقره. ما نمشيش نقرا النص كله نحط لي كاع داكشي اللي كاين في النص، انا نحط لي داكشي اللي كاين في ديك الفقره. ما كانش في الفقره نقول لي ما كانش في الفقره، صافي. استخرج من النص لا، هنا كتحيط بالنص كله، كتقرا النص كله، كتجبد كاع داكشي اللي فيه وغتحطو ليه. اذا على حسب السؤال، على حسب شنو تطلب منك. هذا سؤال مباشر جدا، غير كوبي كولي. كنمشي للنص كنقرا كنجبد ليه داكشي اللي في النص كنحطو ليه كما هو. الا بغيت نبدع وهذه مزيانه نصوغو بطريقتي، ماشي مشكل. ومن الاحسن تصوغ بطريقتك، ولكن زعما الا ما قدرتيش جبدو كوبي كولي وحطوا ليه. هذا سؤال ظريف.